كان والدي يعامل أمي كما لو كانت ملكة متوجة على عرش مملكته الصغيرة. منذ طفولتي وأنا أرى مشاهد لا تصدق من الحب والتدليل الذي لم أره في أي بيت آخر. كان أبي يحملها على كتفيه، يلبي طلباتها قبل أن تنطق بها، وكان يمنع أي منا من رفع صوته عليها أو حتى إظهار أي انزعاج منها. كنت أراقب الجيران والأقارب وأرى زوجات أعمامي وخالاتي يعانين من مشاكل ومشاجرات يومية، بينما أمي تعيش في عالم مختلف تماماً، عالم لا تعرف فيه معنى للحزن أو التعب أو الإحباط. لم تكن أمي مجرد زوجة عادية في نظر والدي، بل كانت شيئاً آخر تماماً. كل ما تطلبه كان ينفذ فوراً، مهما كان الثمن أو التضحية. حتى إخوتي وأنا كنا نعيش تحت قانون صارم: لا تزعجوا أمكم، لا تخالفوا رأيها، لا تجعلوها تغضب. كنت وأنا صغيرة أستغرب هذا الحب الجنوني، وكنت أتساءل سراً: ماذا فعلت أمي لتستحق كل هذا؟ لم أكن أعرف أنني سأكتشف الإجابة بعد سنوات. كبرت وأنا أحلم بشخص يحبني ولو ربع هذا الحب، لكن الحياة كانت تخبئ لي دروساً أخرى. أكثر ما صدمت به هو قدرة أمي على إقناع والدي ببيع كل شيء، نعم، كل شيء، البيت الكبير، الأرض الزراعية، كل ما يملكه، فقط لشراء شقة فاخرة في مكان راق. كتبت الشقة باسمها ووضعت كل الأموال في حسابها البنكي وغيرت العفش بالكامل. كل هذا فقط لترضاها، فقط لتكون سعيدة. كنت أريد أن أعترض، أن أقول لأبي: هل جننت؟ ماذا سيحدث لنا لو حدث لك شيء؟ لكن كلمتي كانت دائما تختنق في حلقي. أمي كانت سعيدة، وأبي كان في قمة الفرح لرؤيتها مبتسمة. ومن أنا لأفسد هذه الصورة المثالية؟ لكنني كنت أشعر بقلق غامض، وكأنني أرى كارثة تلوح في الأفق دون أن أستطيع منعها. ثم جاء المرض، ليس كأي مرض، بل كان زلزالاً هز حياتنا كلها. تعب والدي فجأة، وتدهورت صحته بشكل مخيف خلال أيام. كنا جميعاً خائفين، لكن ما رأيته من أمي في تلك الفترة جعلني أفهم أخيراً سبب حب والدي الجنوني لها. تحولت أمي بين ليلة وضحاها من ملكة مدللة إلى ممرضة متفرغة، بل إلى أكثر من ذلك. كانت لا تنام، لا تأكل، لا تترك جانبه لحظة واحدة. لو كان ممكن أن تذهب إلى 3 أطباء في اليوم لفعلت. تغيرت ملامحها، اختفت ابتسامتها الدائمة، لكنها كانت تجمع قواها كلما دخلت إلى غرفته. كانت تسهم احتياجاته من نظرة عينيه قبل أن يتكلم. كانت تعرف متى يريد الماء، ومتى يحتاج إلى تغيير وضعيته، ومتى يريد أن يضحك. نعم، حتى وهو طريح الفراش كانت تجد طريقة لإضحاكه. كنت أراقبها من بعيد أتعلم كيف تكون الزوجة الحقيقية في الشدة، كيف تحول غرفة المرض إلى واحة حب. 4 سنوات كاملة من المرض والتعب، وأمي لم تذمر يوماً، لم تشتكي، لم تطلب راحة. نقلت التلفاز إلى غرفته، غيرت الأثاث ليكون مريحاً له، صنعت له عالماً صغيراً داخل غرفة ضيقة. كنت أراها تبكي أحياناً في الليل عندما ينام، تظن أن لا أحد يراقبها. كانت تجفف دموعها قبل أن يستيقظ، وتعود إلى وجهها المشرق الذي اعتاد عليه. في تلك الفترة فهمت الحب، ليس حب الرجل للمرأة عندما تكون في قمة جمالها وصحتها، بل الحب الذي يظهر عندما يسقط التاج وتتساقط الأقنعة. كانت أمي تمنحه الحياة وهو على حافة الموت. كانت تجعله يشعر أنه لا زال رجلاً، لا زال قوياً، لا زال محبوباً. وفي لحظة صادقة بيني وبين نفسي أدركت أنني لو كنت مكانها، هل كنت سأفعل المثل؟ هل كنت سأتحمل كل هذا؟ توفي والدي.
الكلمات نفسها كانت ثقيلة على قلبي وأنا أكتبها الآن. بعد 4 سنوات من المعاناة وبعد حب لا يوصف، رحل أبي. لكن المفاجأة الحقيقية كانت في شيء آخر. كل شيء كان باسم أمي: البيت، الأرض، الشقة، الحسابات البنكية. والدي وضع ثقته كاملة فيها، وتركنا نحن الأطفال بدون أي شيء رسمي. لكن أمي لم تتركنا. أكملت تعليمي حتى صرت مهندسة، وزوجت أخي الذي أصبح مدرساً للرياضيات، واشترت له شقة صغيرة، وجهزتني أنا أيضاً عندما تقدم لي عريس مناسب. لعدة سنوات كانت أمي تعيش وحدها. كنا نزورها في البداية أنا وأخي، لكن الحياة ابتلعتنا: شغل، أطفال، أزواج، مسؤوليات. كنت أتصل بها بين الحين والآخر، لكن المكالمات كانت تقصر والزيارات تتباعد. كانت أمي تحضر لنا الطعام في كل مرة نزورها. كانت تنتظرنا بصبر، لكنها لم تشتكي أبداً. لاحظت أنها بدأت تقل في الاتصال، ثم توقفت تقريباً، ثم جاء الخبر الذي لم أتوقعه في أسوأ كوابيسي: أمي تريد الزواج. وقفت أمامي أنا وأخي وقالتها بكل وضوح: أنا سأتزوج. انفجرنا غضباً، اعترضنا بشدة. قلنا لها أن هذا ليس من حقها، أن هذا سيكون إهانة لذكرى والدي. لكن ردها كان صارماً كالسيف: لا أنت ولا أخوك ليكم أي حق في حياتي. أنا قضيت واجبي تجاهكم، واللي باقي ده حياتي الشخصية. انقطعت علاقتنا بها تماماً بعد أن علمنا أنها تزوجت بالفعل، ليس فقط لأنها تزوجت، بل لأنها تزوجت من رجل أصغر منها سناً، رجل غريب، رجل كنا خائفين عليه من أن يأخذ كل ما ترك والدي. مرت 2 لم نرها فيها، لم نكلمها، كنا نعيش وكأنها ماتت. لكن الحياة لا تتوقف عند أحد، وتستمر المفاجآت في القدوم. بعد عامين من القطيعة، سمعت طرقاً على باب بيتي. فتحت الباب، فإذا بها أمي واقفة كأن شيئاً لم يكن. بدت أكبر قليلاً، لكن عيناها كانتا لا زالتا تحملان ذلك البريق الذكي الذي عرفته طوال حياتي. قالت لي ببساطة: الواجب كان علي. حاولت أن أبقى قاسية، أن أصر على موقفي، لكنها حضنتني وبكيت معا لساعات. حكت لي عن زوجها الجديد. قالت إنه رجل طيب، مهندس يعمل في شركة كبرى، وأنها عاشت معه 2 من السعادة والاستقرار دون أي مشكلة. كانت تخشى أن أرفض التعرف عليه، لكنها أخبرتني أنه هو من أرسلها إلي، هو من طلب منها أن تصالحنا. وقف تحت البيت ينتظر، ولم يطلب الصعود إلا بعد أن أذنت له. صالحت أمي، لكن أخي كان قصة أخرى. رفض تماماً. قال إنه لن يقبل أبداً برجل غريب في حياة والدته في بيت كان يسكنه والدي. حاولت التوفيق بينهم، لكن جدار الصد كان عالياً جداً. في النهاية قررت أنا أن أزور أمي من وقت لآخر، بموافقة زوجي طبعاً، وأخذت أطفالي معي أحياناً. تعرفت على زوج أمي بالتدريج. كان بالفعل رجلاً محترماً، مهذباً، يعامل أمي بلطف ويحترمنا نحن أيضاً. بدأت أتخلى عن تحفظاتي شيئاً فشيئاً، وصرت أزورهم أكثر. لكن القدر كان يخبئ لي مفاجأة أخرى، هذه المرة في حياتي أنا وليس في حياة أمي. مشكلة كبيرة حدثت بيني وبين زوجي بسبب حماتي التي جاءت لتسكن معنا، وحياتي تحولت إلى جحيم. حماتي كانت كابوساً لا ينتهي، تدخل في كل كبيرة وصغيرة، تنتقد طبخي ونومي وتربية أولادي وحتى شغلي. زوجي كان دائماً في صفها، يقول لي: استحمليها علشاني. وفي يوم كنت متعبة جداً بعد العمل، لم أستطع طبخ العشاء فنمت. صحتني حماتي تصرخ: إزاي ما أكلتيش؟ أنا قاعدة جعانة لحد دلوقتي. حصلت مشادة كلامية، واتصلت حماتي بابنها وقالت له إني بشتمها وبإذيتها.
جاء زوجي غاضبا دون أن يسأل أو يحقق، وتطور الأمر إلى أنه طردني من البيت. نعم، طردني أنا وولادي. أخذت بعض الملابس وذهبت إلى أمي. لم يكن أمامي خيار آخر. أمي استقبلتني بذراعين مفتوحتين وقالت لي: خدي راحتك هنا، وخلي جوزك يعرف قيمتك، ما ينفعش يرجعك بسهولة عشان الموقف ما يتكررش. كان كلامها منطقياً، لكن مر شهر كامل دون أن يسأل عني زوجي أو يرسل نفقة للأولاد. كنت منهكة حزناً وقلقاً. زوج أمي كان موجوداً دائماً. لاحظ حزني، بدأ يقترب مني، يكلمني، يقول لي كلاماً جميلاً: أنتِ تستاهلي أحسن من كده بكتير، أنتِ ذكية ومتعلمة وجميلة، وهو الخسران. كنت أرفض في البداية، لكن الوحدة والحزن والحرمان جعلوني ضعيفة. مع الأيام تحولت الأحاديث إلى لمسات، واللمسات إلى شيء آخر لا أستطيع وصفه. حدث ما لم أتخيله أبداً في حياتي. خنت زوجي مع زوج أمي. استيقظت من كابوسي. ما فعلته كان خطأ كبيرا. شعرت بالندم والاشمئزاز من نفسي. قررت أن أعود إلى زوجي، أن أواجهه، أن أصلح ما يمكن إصلاحه، حتى لو كان الثمن هو الطلاق. لكن على الأقل أكون صادقة مع نفسي أولا. جمعت قواي وذهبت إلى شقتنا. دققت الجرس بقلب خافق. فتح الباب. ليس زوجي، امرأة أخرى، شابة جميلة. نظرت إلي بفضول، ثم نادت زوجي باسمه. خرج إلي. نظر إلي ببرود وقال: أوه، أنت جيتي؟ كنت عايزة أقولك، أنا اتجوزت من شهرين. كنت بنتظر الطلاق رسمياً بس. تجمدت في مكاني. شعرت وكأن الأرض تهتز تحت قدمي. كل شيء انهار في ثانية. أنا التي خانته، فإذا به يخونني أولاً. أنا التي كنت أخطط للعودة والاعتراف، فإذا به قد سبقني وأقام حياته دون أن يخبرني. طلاقي منه أصبح مجرد إجراء شكلي. عدت إلى بيت أمي وأنا لا أشعر بأي شيء. لا حزن، لا غضب، لا ندم، فقط فراغ كبير. زوج أمي حاول التحدث معي، لكنني أغلقته تماماً. أمي نظرت إلي بعيون كانت تقول إنها تعرف. إنها كانت تعرف كل شيء من البداية. لم تسأل، لم تتعجب، فقط قالت: الدنيا دوارة يا بنتي، إحنا بنزرع اللي بنحصده. الآن أنا واقفة في منتصف الطريق. ليس لي بيت، ولا زوج، ولا حتى كرامتي كاملة. أمي لا زالت مع زوجها الجديد، وأخي لا يريد أن يعرف عني شيئاً بعدما علم بما حدث. أطفالي معي، هم فقط من يبقونني على قيد الحياة. كل ما تعلمته من قصة أمي وأبي لم ينفعني، لأنني نسيت أهم درس: الحب الحقيقي لا يطلب، ولا يسرق، ولا يستجدي. إما أن تجده أو لا تجده أبداً. النهاية، أم أنها بداية جديدة؟ هذه القصة مستوحاة من أحداث حقيقية، لكنها أعيدت صياغتها بالكامل لتجنب أي تشابه مباشر مع أشخاص أو وقائع محددة.